قرئوا بفاتحة الكتاب أب صلاة الجنازة، ثم قال هل هي سنة أبزنا قرزي هل تقبر كايو أجر لك تقرف كايو أجريه بالكانديو والسنة يعني سرحنا سيدنا محمد عليه السلام بمخانو وديننا توم ومنهجنا توم بمخانو إذا والله أعلم تاخل إتيا يعني إزي يدينهم إزي منهجنا توم، وإلا صلاة الجنازة بديس فاتحة الكتاب باطلة ابن العلماء، بدي فاتحة الكتاب باطلة ابن العلماء، لأنه كم تزبل هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، أو فهي خداج خداج خداج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال يوم علماء قابلوا لا هي سنة بمعنى تقبر كايو أجر لك تقرف كايو زنبية بالكان، ولكن والله أعلم القلب يطمئن أن قراءة الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة، ركن من أركان صلاة الجنازة. أما الصلاة على النبي والدعاء زيتات كله سنة، الصلاة على النبي والدعاء كله زي سنة أيوه، فبدحريو مثلا نجارات كله تقبر كايو أجر لك تقدف كايو من مشجري بالكان، يعني تا بحقي تقبع الله أكبر مسبلك تقرأ فاتحة الكتاب بحريو يعني الله أكبر الله أكبر السلام عليكم تبارك من مشجري لن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلنا نقدوفهم ما لا تكونن، لكن من أنت نفلت إذن قرزي تغير كايو بقوع أخولون بمخانو يردعك، إذن قرزي تلعب ودي لماني نتينا قرزي خمتي يبزلو خاي يردعك، إذا تاتيو نحن نفلالي زلنا أين أي سنة أين أي فردم أنت نخلد عنا. الله أكبر له سورة الفاتحة أنت القريء الله أكبر الله أكبر أنت الأخير الصلاة صحيحة، الله أكبر إلو سورة الفاتحة قراءة الصلاة غير صحيحة، جزات احنا نفلالي بأنه والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، وادخله الجنه وقيه فتنه القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده. رواه مسلم الاربعه. نعم. اقرأ الحديث اللي بعده لأنه كله معنى واحد. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم. أنا سأبدأ بالحديث أبي هريرة الأخير 555 وبعدين نرجع إلى الأحاديث الأخرى. قال المصنف رحمه الله وإياه عنه قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني دعاء تقبرك الله نمود أنتهك نايلبها كابلبها زوت الدعاء غير كدعاء قبر له تدعاء قبر له لبها حاضر كون له وكرد أكل له انتيت بالكم زلها، ويا ريت كمان دعاء تقبرك الله كم نفسها هم يعني نزا جنازة جاءت سكت لا دلها سي نسخاب بخونك يا ريت سمعك، يعني يا ريت بالآن تخون نستبسي كمية دعاء كم قبل لك دعاء قبل لك الله إذا سمعت إذا حس كاد أخذ بالك الله بطعمي قبل بخا صفوف صروين برتع دعاء إخلاص دلوا دليت دلوا ربنا غفر له تقبل خاملتي. ولذلك لو منا سيدنا محمد عليه السلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء والدعاء لما قبل بخوتهم كله.
يعني حاضر القلب كله رب سبحانه وتعالى أمين اللي يقبله. إن الله لا يقبل دعاء قلب غافل له. إن الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبل دعاء قلب غافل له. يعني غافل بالدنيا تحسب جنازة بكلمها كله منكر يزي غافل له لا عندما ألو بالسؤال زي البخاء وسبب قبل مها ميتلو وحجر حتتي عبي حتى زخنه إذا أنت لبها حاضر كون له أنت إذا حاضر كون دعاء قبلك الله تقبلنا تلو عند الله حرا عجي انتهى ختبل دعازي زي مهر منا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم على جنازة. والحمد لله نحن سيدنا محمد نبانا بالأخو وبجزي ما كندي سبات موتون يوم قبل أسلمنا كم زي يوم دعاء النبي عليه السلام قبل كلون نحن نمهار نتقل يقدر رب سبحانه وتعالى مقادير أن بهوتهم سبب موت إذا ما جاءتهم تحاتيبا ما بيلهم دعاء قبلهم كله أزيد وعايزين احنا أقطعنا إخيل مالتي يقولوا فحفظت من دعائه لك يعني دعاء زيادة خمسين يورو لكن كافتيز حافظهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه. إذا كانت يردأك كم يرون صحابي زي حفظون دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يردأك أن سيدنا محمد دعاء قبلهم كله قرب عوب لون يرم يعني الله أكبر كله اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه أكرم نزله عوب لون يرم ودمتم دم بفتم صق زبلا يكون النيرو ولكن ما كان يسمع يروح اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعف عنه أكرم نزله وسع مدخله. فالصحابة زي تقوم تلاقوا خينه تقوم زلوا انت يسمع زلوا عادي قال حلفه قال ما نسمع خير ولذلك قال حفظت من دعائه اللهم اغفر له يعني محره سامحه غفر له والمغفرة محو الذنوب ارحمه لما الرحمة يعني رب سبحانه وتعالى ترى رحمه جناته ومالته ارحمه شفق له وعافه السامحه ذنبتاتنا تخلو عفو بالله واعف عنه نفس المعنى وأكرم نزله يعني تبتا قبل زاته خاطوه كله رب سبحانه وتعالى بالإكرام والحسنة وبالإحسان تبو تقبل له ووسع مدخله زي قبرناتي واسع قبره ولو حدا كلتا مترو أو حدا مترو يخون إذا بعينان نريون كلنا طبيب ولكن رب سبحانه وتعالى قفح قبره خئل نمنتاي إلا قد محجي أنما براناي مقابر يختلف تماما أنما براناي الدنيا انت حياة زي حياة حياة الدنيا نبينين حياة الآخرة حياة البرزخ ذو العلماء. ولذلك ولا أنت قبر يشتيخون مؤمن تخينه يفتح له مد البصر الله يجعلنا الله إياكم منهم يفتح له مد البصر يعني يجي يضيق كوينه يسمعوني يسبب كوينه يسمعوني وزي ببركة دعاء النبي عليه السلام وبركة دعاء المؤمنين ووسع مدخله واغسله لك بالماء والثلج والبرد. الماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. أبدي لهم علماء نمنتاي رب العالمين أو سيدنا محمد ذكرهم كدان بماين ببرد كحصهم كله بماي وعي شر زبله عفان الله إياكم كحصهم كله أين يطريو تما يوعي ولا تما يزحل ما يوعي يطريو حقي ما يوعي شر زبله ماي نحرق أطلع بالكايا بركينا نفسي قالوا أو نفسي قالوا تاخون الزغاغركم نعطبنا قدامتين عدنا يتصري لأن حقيقة عدنا سبحان الله مع الصلاة النبرة قالنا لكن تقدموا تصورين يرو صحيح تصورين يرو سبحان الله قال مكايتي المهم سراحتهم يقولون الحمد لله إن الله جميل يحب الجمال سرية رب فتوي سبحانه وتعالى. أبزين من تاي سيدنا محمد ذكرهم واغسله بالماء والثلج والبرد تقول له حجي
ماء زحول ماي وبرد أي ترينيو إلي كاي أبزي إذن أجرزي نزنبتات محتاب سلزخونه وزنبتات محتاب لماني ما يزحول يزدليو إلي كا لأنه من ذنبغ حتساب كله زيادة يندد له بوعد حتى حاسبه زيادة يندد له ولكن بماء زحول وببرد نتيزن بتات يلقسه يطفئ له مالتي فزي معنى واغسله بالماء والثلج والبرد يعني نتيزن بتات ناتو زقبرو بهوتهم كله حصب له دمسو سلو مالتي ما يك حصب يكونن ما يك حصب يكون ولكن طعمنا إذا تايو نتيجة بتات ناتوسي حصب له القسلو انت تصفوف تصلي كوينون بربك قرب نعم زي دعاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونقه من الخطايا كما ينقى أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره دار جزائي خيرا من داره دار خيرا من داره كل كان الدنيا أبدله في الجنة دارا خيرا إيش من داره ولو أبقصر النابرة الآخرين حنت غرفان أي جنة كندي متى كندي زغلو جزاوته بالدنيا جلوي أملو عالم جلو جزاوته تات أجون كايلو زي اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام لهم لو موضع الصوت أحدكم موضع الصوت اللي كان في الجنة خير من الدنيا وما عليها صوت كرماج صوت خير من الدنيا ما عليها فما بالك دار جزاء ودور المؤمن دارنا المؤمن دم بجنة قصوري دار كبهالن كله شقة غرفتين 3 غرف يكونن انتهى داني قصري كل اسلامي قصوري دلو الله يجعلنا واياكم من الجنان يا الله قدف هوت اتونا ابو حور العين اتونا قدف الله اكبر نسال الله من فضله قال وابدله دارا خيرا من داره قينا بصحنان ولا نساء وزوجا أبزي وأهلا الوا حقها وأهلا خيرا من أهله إزي وأهلا خيرا من أهله بخمي ترجم علماء إذا كل نسخة من ذا سبيتي زياتنا بيركا وبصبوا قراء أفانياتك نحن نسخة عبرها ترى قبل آخرين وصبوقت النابر لكم صالحين كما يقولوا خونوا أهلا خيرا من أهله نسابق كيريا ومؤمن دما المؤمن يوم القيامة في الجنة مسبيته دقي رب سبحانه وتعالى أكبو ده الصالحين تلا أخوينهم والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا صالحات والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء طيب إذا أبدي كميل وأهلا خيرا من أهله لم دعاء قول النبي عليه الصلاة والسلام إلك وأهلا خيرا من أهله مالسي وطبايوم نيتم سدرا بيتي زيادة طعوم كوينوسي تغيروا أفضل كابتوز نبرو كوينوسي كنخرخ بومتي دعاء يقبر الله مالتي يعني الكابزي تبديل الوصف لألم بري تبديل الزوجة نفسها يكونن دعاء إخات قبر دلخا نتبايان خير يوم القيامة أما نساء كتقير ومن الصالحات كويناسي أيكونن لأنه كل وانسيتي أبو الدنيا ترى مويتا مسب آيات تخون في الجنة زيد بالشرعي إلا أن ترى نسأل الله العافية والسلامة سبعة من الهالكين نحركوينه وإن ما نسأل من الهالكات ترى أخوينا إذا أبزين يقولون مشايخنا وأهلا خيرا من أهله إلك يعني تغيير طباينا يسبيته بحيث أنها تكون يعني
طوعم طباي حذاء تأتوا لجنة الخلد يعني الدنيا ترى أهلك تبلكات خوينا بحماء طبايا في الجنة رب سبحانه وتعالى طبوا طبايا حذاء خوين مالتي نزلنا قرزي مسرجات لما انتهى حزم قريبا من علماء سيدنا زكريا عليه السلام طباين كنديتي نبرن فرب سبحانه وتعالى طباين طعم طباي خيرون ربي يبدا بكبر قرآنه وأصلحنا له زوجه مسبله ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه قال ابن عباس كانت امرأة سيئة الخلق فأصلحها الله عز وجل له إذا أبزي وأبدله أهلا خيرا من أهله يعني وأبدله أخلاق أهله خير أخلاق وخير طباي وخير معاملة عملتي والله أعلم نعم قال وآخر شيء لهم سيدنا محمد وأدخله الجنة جنة دماء فلطواكم الله يجعلنا وإياكم من أهلها وقيه فتنة القبر فتنة القبر سؤال منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك أو ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم جاءتنا فتنة القبر الله يثبتنا وإياكم ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يحوجنا إلى هذه الفتنة نسأله سبحانه أن يقتلنا شهداء في سبيله في أرض المعركة كابزي فتنة لازم أنت كندحن نعم قال وعذاب النار نعم زي في بعض الأحاديث في بعض الروايات اللي كان انتايلو عوف بن مالك نزلوا عزم السمعوا نزل ما يتزي قبلوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دعاء تملكت موت من دعاء قبلوا له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا حظه ويا بخته ما شاء الله تبارك الله عوف بن مالك انتايلو حتى تمنيت أن أكون مكانه لك يا ريت أنا خون زخلو زعازي ولد ودلو سبايزي يا ريت أنا خون أنت كتقم بلو سيدنا عوف بن مالك قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اغفر لي حينا احنا هو تنازل لنا ميتنا زموتنا شاهدنا دما أبزي جنازة زيد لنا وغائبنا زين لنا يعني كبدك اسلمنا وصغيرنا دقتنا هنا وكبيرنا عبيتنا وذكرنا يعني دق تبعتيو او انثانا دق نستيو اللهم من احييته منا فاحي على الايمان على الاسلام ومن توفي على الاسلام يعني على الاركان الخمسه شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان جاء اثنين وحج بيت الله الحرام ومن توفيته منا فالتوفوا على الايمان يعني اركان الايمان السته أركان الإسلام والإيمان بحد حديث ترى رخيب كاين فلت أن الإسلام أمتى يتقع أبتي نيسرحات نجر بإيد بصراح بحج صوم وزيت زخون وإيمان كبهالكل دماني بزعماني أركان الإيمان كأ يملكت مالتي كم إيمان بالله ملائكة كتبه رسوله القدر خيره وشره وآخره إذا نبزي كلتي أن تذكرها في حديث واحد ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يعني على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والأعمال القلوب كل أعمال القلوب أبدنا قرزأته اللهم لا تحرمنا أجره أجر انتهي أجرنا إذا موتزي نايمتا أجري نايتي زحات أبنا يوم نايتي زكفنا يوم نايتي تطولنا الصلاة تقدلو زلنا نايتي كن قبرئنا أزيتات أجري يدليون دي لا تحرمنا أجره لم دعاء قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تفتنا بعده يزيد ما يتوسي خيد الله إن شاء الله إلى جنة الخلد نحن إنا تريف نازلنا بالدنيا انت يقول بوتان انت يقول نحن نقر انت يقول بوتانا دعاء نقبر ربي خيفتنا لأن بني آدم ما دام حي له إذن أمر مرا له مالتي نعم نسأل الله العافية دي يسجد نبري ممكن صلاة تقدف صفوف نبري أبحماء وداء الدنيا تصلي نبرة الدنيا تشكعه ندق نسيو عفيف نبرة بدق نسيو بحماء وداء
فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ومن فتنة المحيا قبلك خلو زي فتنة المحيا، فتنة الدنيا، النساء، المال، زيت فتنة. فنزلنا قال زي كابزيتاتنا قدحن لا بد دعاء كل وكال له، لا بد قيام الليل تقبل لك، لا بد الملحسك كل شيء يا رب أعذنا من فتنة الدنيا وفتنة القبر تقول لك. كبغاز حيولو سبات، كبغاز ترو سبات من أهل الإيمان شتتي لهم ولأم والداخلين، نسأل الله بني آدم إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولذلك رب العالمين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة بقبريه، في حياة الدنيا أبنابرها، لكن لابد علاقة خل وكان لهم رب سبحانه وتعالى، تسجد، تصوم، تستغفر، مس ربته هونك يحلوك. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول احفظ الله يحفظك كبزيتات نقرزي، ربي تدي حليك بفتصم كتنجح يتقلنها، ولا بد ربنا حلوك علاقة حلوك لهم رب العالمين. وأكبر علاقة أنا بربي تقربك أنت الصلاة تقربك أنا برب العالمين. ولذلك ملكته سيدنا محمد بمجمر يا دعوة جمهورهم كله واجب قالوا لهم رب سبحانه وتعالى قيام الليل صقدوا. قيام الليل مش قال بزوان زنتاي واجب ولا سنة؟ سنة. لكن بزمن سيدنا محمد انتهى نيرو واجب. ليه؟ لأنه بزيادة علاقة برب سلزقربك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة. نعم رب تقربك سبدك يسو كلهم سخا بين يدي الله يا رب يا رب يا رب تبارك الله تلبي داتر كسي إيمان داترري سعود ما يكون فتنة الدنيا تلقوا تقيلها. لكن دحر تلبي فاد دحر كوينو علاقة دحر يقول له رب سبحانه وتعالى إيمانه ضعيف ترى كوينو يعني نيستي فتنة تبدو أكات نسأل الله العافية والسلامة. إذن من تايب العلماء الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. من تايب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بفتصم إيمانه لعلته خينه أم منزرنا أب حرام يودقني لمخا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن التح أب الزنا قرب الله معلتي إيمانه تحت له مالتي ويريد الله نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الشيطان دحر من الصالحين رئيكا نعزنا قبر يبلكانه لأنها تهدم أعوذ بالله تبلغها، لكن خطوة يزوعك. ولذلك رب العالمين إلو ولا تقربوا الزنا. أبزنا نخد قرب خطوة خل أي خطوة سالساي رابعي دحراي أزيتات كل خطوات تقبروا والعياذ بالله تقبروا سبزي نتي إيمانه يقدلو شعو أبتحمق ودق كل معاتي يبدأ إيمان كون ودق مالتي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يسرق السارق أيضا حين يسرق وهو مؤمن. يزن ترى يكون زخونا يزي قس على هذا زخونا معصية كقبل كله. نسأل الله العافية والسلامة بخمسة هذه قبل الله. نسأل الله أن يحمينا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويعصمنا من الخطأ والزلل، وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى ما قلنا وما نقول، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حياكم الله وإياكم. حج عد خيز لي ركب عد خيز لي ركب حج كحتى تدنوا دليل ما لنا شوية. أي سؤال نحن نسأل الله أن يعيننا وإياكم على جاوبته. تفضل. أيوة زيا نذكرها قبلنا دحر دادي تخلكم كازو دعاء تقبل زخونا دعاء. أولا دعاء النبي عليه السلام دين ترى يكون بزح دعاء دمال له بزح دعاء له الله أعلم. هذه مسألة خلافية وما حررتها إلى الآن. في صلاة الجنازة ما أدري والله، الله أعلم. هل يجوز الدعاء
بغير اللغة العربية في الصلاة وفي غيرها نبحثها إن شاء الله. دكتور بيان ذاكر جزاك الله خير تفيدنا. وش الدليل على هذا؟ لأنه وطاء صلاة يجوز ما فيه كلام. يا رب بحارني اغفر لي هبني رزقني اكتبل خارج داخل الصلاة، لكن داخل الصلاة نحن ندلنا صلاة الفرد أو صلاة الجنازة يجوز بقنقة عربي نكتب. هل يجوز نحن نعمل مثلا الله أكبر تبل السخاب صلاة صح؟ الله أكبر مالت بتقولنا أنت بالشهنا مو رب عبيو والك تكبيرة تكبر تخل إذا طبعا ما يجوز بالإجماع عشان كايدو الله أكبر قد يفكا رب عبيو كتبل الله أعظم تهلكون صلاتك باطلة، مع أن الله أعظم لغة عربية أيوه. هل الدعاء له حكم زي تكبيرات زي ويس الدعاء نبينه فلويو؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام يلوم خير الدعاء دبر في الصلوات الخمس بالنسبة كان السخاء أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد الصلاة الإبراهيمية بالنسبة كان شعتبل اللهم إني أعوذ بك من فتنة بداية الحديث من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال. بعده تخير من الدعاء. هل في الفترة هذه قبل السلام دعاء تقبر باللغة التجرينية أو أي لغة غير اللغة العربية يجوز لك؟ أبحثها أجيبها لكم الأسبوع القادم إن شاء الله، الدرس القادم سواء كان الأسبوع القادم أو بعده من تلك كان نهر مغيث البني. بارك الله فيكم، حياكم الله، شكرا لكم، جزاكم الله جميعا.